السلام عليكم. مبدئيا قبل ما تتعلم اي حاجة عن الاوتلوك لازم تكون عارف هو كان ايه موجود قبليه علشان الاوتلوك يظهر، بحيث ان انت لما تتعلم الاوتلوك مش هتكون مجرد يوزر بيستخدم الاوتلوك ويبعت ايميل ويستقبل ايميل وبس. لا، انت لما تكون عارف ايه المشاكل اللي كانت موجودة قبل ما الاوتلوك يظهر وايه المشاكل اللي اتحلت بعد ما الاوتلوك طبعا ظهر، هتكون راجل فاهم الاوتلوك من جوه شغال ازاي. فبناء عليه كان يهمني ان انا اعرفك هو ايه اللي كان موجود قبل الاوتلوك. مبدئيا كده فاكر زمان كان عندنا جيميل وهوت ميل، وكان في بعض السيرفرات اللي هي كان حاجه اسمها جي ام اكس واي او ال. طيب انت مثلا عندك 3 ايميلات، واحد على جيميل دوت كوم، وواحد على الهوت ميل، وواحد على الياهو. طيب عايز تبعت ايميل او عايز تشوف في ايميلات جات لك ولا لا على ايميل من الثلاثه دول. انت وليكن اسمك محمد @gmail.com، محمد @hotmail.com، محمد اي حاجه دوت كوم. حلو. كنت بتضطر ان انت تفتح جهاز الكمبيوتر، تخش على جوجل كروم او فايرفوكس اللي هو المتصفح بتاعك، تبدا ان انت تكتب اليوزر بتاعك، الباسورد، وبعدين تبدا ان انت تخش تشوف الايميلات اللي جات لك، الايميلات اللي انت عايز تبعتها. وليكن انت عايز تشوف ايميلات جات لك، ماشي شفتها خلاص. انت عايز تبعت السي في بتاعك، حلو. طيب بعت السي في بتاعك، عايز تشوف رد، فهتضطر ان انت تاني يوم تعمل نفس الخطوات، ان انت تفتح الجيميل وبعد كده تخش تكتب الباسورد وتكتب وهكذا. طيب عندك ايميل تاني على الهوت ميل، نفس الخطوات. فانت بتبقى من الاخر انت مش ملم بايميلات جات لك، ايميلات راحت منك. وده كان ساعات بيضيع فرص، ممكن تكون باعت ايميل مهم او سي في مهم والشركه تكون ردت عليك وما كلمتكش في التليفون، وده وارد يحصل. عشان تكون منظم انت كنت بتبذل مجهود خرافي، بتضيع وقت كبير. طيب جه بقى الاوتلوك حل الليله دي كلها، اللي هو من الاخر all in one. بمعنى ايه؟ انه لاول مره او لمره واحده بس انت هتحط اليوزر نيم والباسورد بتاعك سواء على الجيميل او على الهوت ميل او على الياهو. اوكي، طبعا الياهو خلاص دلوقتي. طيب بعد كده تقفل خالص، تفتح الجهاز بتاعك، تفتح الاوتلوك. عندك اكتر من ايميل تقدر ان انت تسطبهم على الاوتلوك، وده طبعا هنعرفه بعد كده. تفتح يقول لك انت جالك ايميل على الجيميل، جالك ايميل سواء انت بقى في شركه كذا، شركه كذا، اسمك كذا، خلاص اوكي. فاصبح الاوتلوك دلوقتي ان انت بقيت راجل اورجنايزد. خلاص انت عندك دلوقتي الايميلات بتاعتك، عايز تبعت من اي ايميل بقى هو حلقه الوصل بينك وبين سواء الجيميل او الهوت ميل او اي سيرفر موجود عليه اي ايميلات انت ليك اكونت عليه. تقدر ان انت تتعامل بقى، هو الوسيط بينك وبين كل السيرفرات دي. وطبعا في الفترة اللي جاية ان شاء الله او في الفيديوهات اللي جاية هنتعرف على كل ده بالتفصيل. يعني اول حاجة طبعا هنتعرف عليها ازاي ان انت تبدأ تركب ايميلك، سواء كان معمول على سيرفر عام، يعني سيرفر عام اللي هو اي حد ان هو يقدر يعمل عليه اكونت زي الجيميل. طبعا الجيميل ده يعتبر اشهر حاجة. عندك الهوت ميل اللي هو دلوقتي بقى اسمه اوتلوك تبع شركة مايكروسوفت. واي عموما سيرفر هنتعرف ازاي تركب ايميلك عليه، وبعد كده نبدأ ان احنا نتعرف مع بعض ازاي نبعت ايميلات، ازاي نستقبل ايميلات. ان شاء الله يكون في حاجة مخصوصة كده لو قدر الله قبلك معظم الايرورات اللي ممكن حصل لخبطة في حاجة معينة. فده ان شاء الله هنتعرف عليه في الفيديوهات اللي جاية. انا عبد الرحمن الشرقاوي، اهلا بيك، سلام.